السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم عن مسلسل ابن النادي، فما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. مسلسل ابن النادي من تاليف مهاب طارق واخراج كريم سعد وانتاج طارق الجنايني، وبطولة احمد فهمي وحاتم صلاح واحمد عبد الحميد وجاله هشام وآية سماحه مع ظهور مميز من سيد رجب. دول ابطال المسلسل. نيجي بقى للقصه اقولها لك بسرعه. عمر الشعلة اللي هو احمد فهمي شاب مستهتر جدا بتاع هلس بس، وابوه امين الشعلة اللي هو سيد رجب رئيس نادي الشعلة، ده نادي كبير في الدوري المصري. فامين الشعلة بيتوفى واللي بيمسك رئاسه النادي من بعده هو ابنه عمر الشعلة، وهو لا بيفهم في الاداره ولا بيحب الكوره بشكل عام. والسنه اللي بيمسك فيها النادي بيكون فلس، وهو مضطر يجيب ناس مش بروفيشنال عشان يلعبوا في النادي، ويجيب مدير فني عمره ما درب فريق قبل كده اللي هو اسامه الاعرج اللي قايم بدوره حاتم صلاح. ده ملخص بسيط جدا عن المسلسل. بالنسبه لبيت الممثلين فاحمد عبد الحميد قايم بدور صيام صاحب عمر الشعلة الوحيد في المسلسل، وجاله هشام قايمه بدور اخته، وآية سماحه قايمه بدور الطبيبه النفسيه للنادي، ودورها في المسلسل مش مؤثر في احداث القصه. نيجي بقى لايجابيات المسلسل. اولا كده المسلسل تصنيفه كوميدي اجتماعي، وخد بالك من اجتماعي دي عشان هنتكلم فيها بعدين. المسلسل من ناحيه الكوميديا مش قوي، يعني لو ابتسمت يبقى كويس، بس احداث القصه ممتازه للي بيحب الكوره ويشجعها، وتقريبا المسلسل معمول للفئه دي بس. نروح بقى لحته اجتماعي اللي هي سلبيات المسلسل. فما دام المسلسل اجتماعي فهو بينقل المجتمع المصري، فلو ركزت في المسلسل هتلاقي صيام على علاقه بجاله هشام اخت عمر صاحبه، وعمر على علاقه بواحده بيروح لها البيت ويقعدوا ويشربوا، والمسلسل بيبين ان الكلام ده عادي والحاجات دي مساكنه اللي بيتروج لها من فتره. فالمسلسل ده مش صالح لجميع الاعمار، المسلسل يندرج فوق ال 18 سنه. ومن ناحيه الاداء والتمثيل فاحمد فهمي كان بيمثل على الهادي قوي، وده صح للشخصيه اللي هو بيعملها. والفنان احمد فهمي عنده ميزه ان في كل اعماله مش لازم هو اللي ياخد اللقطه، مش لازم الضحك يكون من عنده هو، ودي ميزه حلوه جدا مش موجوده عند ممثلين كتير. ولو قلنا احسن ممثل في المسلسل بلا شك حاتم صلاح، موهبه جباره، اي دور بيعمله بيتقنه. وبقيه الممثلين احمد عبد الحميد، جاله هشام، عبد الرحمن حسن كويسين جدا. سيد رجب طبعا لا كلام عليه. وبالنسبه لدور آية سماحه زي ما قلت مش مؤثر في القصه، يا طول المسلسل لابسه لبس الجيم بس. ففي نهايه الفيديو نقيم المسلسل وهنديله 3.5 من 10 عشان سلبياته، عشان محدش يتفرج عليه غير محبين الكوره. وكده يبقى خلص فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام.